بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنكمل حل بقيه المحافظات. الدور النهارده على محافظه الجيزه، بس قبل ما نبدا الحل ادوني اللايك الجميل بتاعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول ايه؟ اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها من كلمات. 1. تغير موضع الجسم بالنسبه لموضع جسم اخر ثابت مع مرور الزمن. هو مفهوم. تعريف ايه؟ الحركه، كلنا حافظين، يبقى اول واحد الحركه. الثاني بيقول لك المرآة المحدبة يكون سطحها العاكس جزء من السطح نقط لكرة جوفاء. طبعا المرآة المحدبة يبقى السطح الخارجي. السؤال اللي بعده يعد نقط أسرع الحيوانات البرية حيث تبلغ سرعته 27 متر كل ثانية. طبعا ده الفهد اللي هو الشيتا، يبقى أقول له الفهد. رقم 4 الجسم الموضوع على بعد نقط البعد البؤري لعدسة محدبة تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة. طالما قال لك تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة يبقى هو على بعد أقل من البعد البؤري، يعني قبل ب، يبقى هقول له على بعد أقل من البعد البؤري. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما في الشكل المقابل، الشكل ده يعني، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوي نقط. هنا المفروض الزاوية دي كلها 90، مديني 30، يبقى اللي فاضل ايه؟ 90 ناقص 30 يدينا 60، يبقى دي 60. زاوية السقوط ب60، يبقى أكيد زاوية الانعكاس ب60 لو عملنا الشعاع المنعكس، يبقى زاوية السقوط ب60، زاوية الانعكاس كمان ب60، يبقى هنا هنختار 60. رقم 2 إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية 2N فإن عددها في الخلية التناسلية يكون نقط. في الخلية الجسدية 2N وفي الخلية التناسلية برضو 2N، يبقى يكون اختار 2N عشان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية هو عدد الكروموسومات اللي في الخلية التناسلية، الاتنين زي بعض. رقم 3 نصح طبيب شخص يعاني من أحد عيوب الإبصار باستخدام نظارة ذات عدسات مقعرة، فهذا يعني أن الشخص يعاني من نقط. طالما الشخص هيلبس عدسة مقعرة يبقى أكيد عنده قصر نظر. طب قصر النظر إيه سببه؟ زيادة تحدب سطحي عدسة العين. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل اللي هو دون يعني يمثل احد اطوار الانقسام في الخليه وهو الطور، كل الكروموسومات جنب بعض في النص، يبقى ده الطور الاستوائي. السؤال اللي بعده ده مساله بيقول لك سياره تتحرك بسرعه منتظمه فقطعت مسافه قدرها 180 متر في زمن قدره نص دقيقه. احسب سرعه هذه السياره. تعالوا نشوف الاول البيانات بتاعه المساله. بيقول لك مسافه 180 متر، يبقى في 180 متر في زمن قدره نص دقيقة، يبقى الزمن بنص دقيقة. هنعمل ايه؟ هنمسك النص دقيقة دي نحولها لثواني عشان السرعة في الاخر تطلع لنا بمتر كل ثانية. طب النص دقيقة دي فيها كام ثانية؟ هي الدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى النص دقيقة فيها 30 ثانية، يبقى الزمن بيساوي 30 ثانية، يبقى انا كده حولتها لثواني. اجيب له بقى السرعه. بيقول لك احسب السرعه بتساوي المسافه على الزمن، يبقى اقول له ع بتساوي المسافه على الزمن. المسافه بكام؟ ب180، يبقى 180 على الزمن بكام؟ ب30. صفر هيطير مع الصفر، 18 على 3 يدينا 6 متر كل ثانيه، يبقى الاجابه 6 متر كل ثانيه. يلا ندخل على السؤال اللي بعده. طبعا السؤال اللي بعده دون بعد ما صورته لقيت الصوت مش باين فهضطر اعيده تاني. السؤال بيقول ايه؟ اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. 1 مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة. طالما قال لك سرعة وزمن يبقى ده تعريف العجلة. رقم 2 الجزء المسؤول عن سحب الكروموسومات نحو قطبي الخلية أثناء الطور الانفصالي. مين اللي بيسحب الكروموسومات ويشدها؟ طبعا خيوط المخزن. رقم 3 تكاثر لا جنسي يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور. يبقى ده تعريف التكاثر الخضري.
رقم 4 السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. ده طبعا تعريف السرعة المتوسطة. واحد هيقول لي لا يا ميس، ده تعريف السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية على الزمن الكلي. هقول له لا يا حبيبي، خلي بالك ان السرعة المتوسطة لها تعريفين، التعريف دون والتعريف التاني اللي انت حافظه اللي هو المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. فخد بالك لان الاتنين دول بيجوا في الامتحان. السؤال اللي بعده بيقول لك صوب ما تحته خط في العبارات التالية. 1 عدسة محدبة بعدها البؤر 20 سنتي، عند وضع جسم على بعد 40 سنتي من المركز البصري لها تتكون له صورة على بعد 20 سنتيمتر. بيقول لك صحح ال20 دي. هنا بيقول لك بعدها البؤر 20، يعني قصده ان عين ب20، واحنا عارفين ان نق بتساوي 2 عين، يعني 2 في 20 ب40. معنى كده ان نق اللي هو نص القطر ب40. طب بصوا كده يا ولاد، نص القطر يعني المسافة من هنا لهنا، بيقول لك نص القطر ب40. وهنا في المسألة بيقول لك الجسم موضوع على بعد 40، يعني الجسم موجود عند المركز، واحنا عارفين طالما الجسم عند المركز بتطلع صورته برضو عند المركز. هنا الجسم على بعد 40 يبقى صورته كمان على بعد 40. عرفتوا جت ازاي يا حبايبي؟ يبقى هنا هنمسح ال20 ونقول 40. السؤال اللي بعده بيقول لك أسس العالم لابلاس نظرية النجم العابر. لا طبعا مش لابلاس، ده العالم تشامبرلين ومولتن. العالم تشامبرلين ومولتن، تشامبرلين ومولتن. السؤال اللي بعده بيقول لك المرآة المقعرة التي نص قطر تكورها 16، يعني قصده نق ب16، يكون بعدها البؤر 32. احنا عارفين ان عين بتساوي نص نق، يبقى نص ال16 ايه؟ 8. يبقى البعد البؤر ب8 مش ب32، يبقى هنشطب 32 ونحط 8. السؤال اللي بعده بيقول لك تتخذ كل مجرة شكلا مميزا حسب تناسق وترتيب مجموعات الكواكب فيها. لا مش الكواكب، النجوم. يبقى امسح الكواكب واحط النجوم. ليه؟ عشان المجرة دي عبارة عن نجوم كتير. السؤال اللي بعده بيقول لك متى يحدث تساوي السرعة الفعلية لجسم متحرك مع سرعته النسبية؟ امتى السرعة الفعلية بتساوي السرعة النسبية؟ عندما يكون المراقب ساكن. يبقى اقول له عندما يكون المراقب ساكن، عندما يكون المراقب ساكن. السؤال اللي بعده بيقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة الآتية. 1 يتكاثر نجم البحر لا جنسيا بالانشطار الثنائي. غلط طبعا، لأن نجم البحر بيتكاثر بالتجدد مش بالانشطار الثنائي. رقم 2 تمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة في العلاقة البيانية مسافة وزمن بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. طبعا صح. الدليل اهو، مسافة وزمن وخط مستقيم مايل يمر بنقطة الأصل، يبقى كلامه صح. السؤال اللي بعده رقم 3 يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية. غلط طبعا، الانقسام الميوزي بيحصل في الخلايا التناسلية. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا قطع راكب دراجة مسافة 1700 متر شرقا ثم قطع 1900 متر غربا، فإن الفرق بين الإزاحة والمسافة المقطوعة يساوي 200 متر. معنى كده ان انا لازم احسب له الازاحه والمسافه وبعد كده اجيب الفرق بينهم واشوفه هيطلع 200 متر صح ولا لا. بيقول لك هو مشي 1700 متر شرقا، مشي 1700 متر ناحيه الشرق، وبعد كده مشي 1900 متر غربا، يعني رجع 1900 متر غربا 1900. طيب اجيب الازاحه ازاي والمسافه ازاي؟ المسافه سهله، اجمع المسافات اللي مشيها 1700 و1900 هيدينا 3600. طب الازاحه هجيبها ازاي؟ اشوف نقطه البدايه اللي بدأ منها ونقطه النهايه اللي وصل لها، الحته دي اطرح الاتنين من بعض، 1900 ناقص 1700 يدينا 200. يبقى المسافه 3600، لكن الازاحه اللي هي فيه وعليها سهم ب200. اجيب الفرق بينهم بقى، 3600 ناقص 200 يدينا 3400. هنا بيقول لك الفرق بينهم 200 متر، لا طبعا ده الفرق بينهم 3400، يبقى غلط. حبايبي اللي وصلوا معايا للحته دي ما ينسوش اللايك عشان اللايك يرفع الفيديو.
طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ استخرج الكلمة او العبارة المختلفة التي لا تتناسب مع باقي الكلمات او العبارات الآتية. 1. من الأوليات الحيوانية الأميبا، البكتيريا، اليوجلينا، البراميسيوم. الأوليات الحيوانية كلنا عارفينها، الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. الأميبا، براميسيوم، يوجلينا، لكن البكتيريا مش معاهم. رقم 2. من خواص الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة. طبعا احنا عارفين الخواص بتاعت العدسة المقعرة ايه هي؟ الصورة تقديرية معتدلة مصغرة، تقديرية معتدلة مصغرة، لكن الحقيقية دي مش معاهم. السؤال اللي بعده بيقول لك تتمثل أهمية الانقسام الميتوزي في إنتاج البويضات، تعويض الخلايا التالفة، إنتاج خلايا مماثلة للخلية الأم، نمو الكائنات الحية. طبعا الانقسام الميتوزي بيعمل ده كله ما عدا إنتاج البويضات. إنتاج البويضات دون بتاع الانقسام الميوزي. رقم 4. الصورة التقديرية دائما تنتج من طلاق امتدادات الأشعة. لا يمكن استقبالها على حائل. أيوة. معتدلة طبعا. تتكون أمام السطح العاكس للمرآة. لا طبعا. دي كلها صفات الصورة التقديرية ما عدا دي. ما بتتكونش أمام السطح العاكس، دي بتتكون خلف السطح العاكس. رقم ج بيقول لك ما النتائج المترتبة على وضع مرآة مستوية على يمين ويسار سائق السيارة بدلا من المرآة المحدبة. ايه اللي يحصل لو حطينا مراية مستوية بدل المرآة المحدبة في السيارة؟ هقول له لن يستطيع السائق كشف الطريق كاملا خلفه. ليه؟ لأنها تكون صورة تقديرية مساوية لجزء من الطريق وتكون معكوسة الوضع، وبالتالي السائق مش هيشوف كل حاجة وراه. اهي ولاد الإجابة اللي عايز يكتبها. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر من العمود B ما يناسبه من العمود A. 1. الكمية الفيزيائية المتجهة يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. يبقى 1 هتاخد 3. أقول له 1 هتاخد 3. اللي بعده رقم 2. الكون. احنا عارفين ان الكون بيحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية. يبقى 2 هتاخد 4. يبقى أقول له 2 هتاخد 4. اللي بعده رقم 3. المسافة. احنا عارفين المسافة سرعة في زمن، يبقى هي حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن. يبقى 3 هتاخد 1. 3 هتاخد 1. رقم 4. تكون غازي الهيليوم والهيدروجين من تلاحم الجسيمات الذرية الناتجة عن الانفجار العظيم. يبقى 4 هتاخد 2. أقول له كده 4 هتاخد 2. السؤال اللي بعده بيقول لك ادرس الشكلين التاليين ثم اجب عن المطلوب اسفل كل منهما. جايب لك الشكلين دول وبيسألك عليهم شوية اسئلة. 1. تتبع بالرسم مسار الشعاع الساقط على سطح المرآة المقعرة. تاني حاجة عايز صفات الصورة المتكونة. طيب احنا عندنا دلوقتي الجسم عند مركز التكور، يبقى لازم الصورة كمان هتطلع عند مركز التكور. اهو انقل له الرسمة زي ما هي كده في كراسة الإجابة. هنا الجسم عند مركز التكور، يبقى صورته كمان لازم تطلع عند مركز التكور عشان تاخد بالك وانت بترسم تظبط ايديك. هنا الشعاع الاولاني سقط موازي المحور الاصلي. ايه اللي هيحصل له؟ هينعكس مرا بالبؤرة. يبقى هرسم له كده ينعكس مرا بالبؤرة. واتجاه الاشعة ازاي؟ الشعاع اهو ماشي كده، يبقى اتجاه السهم كده. الشعاع التاني هيمر بالبؤرة فينعكس موازي المحور الأصلي. أهو الشعاع التاني هيمر بالبؤرة ماشي كده أهو، يبقى اتجاه السهم كده. لما يمر بالبؤرة إيه اللي هيحصل له؟ هينعكس موازي المحور الأصلي. ينعكس موازي المحور الأصلي مشي كده أهو، يبقى اتجاه السهم كده. نقطة تلاقي الأشعة في الحتة دي، يبقى نرسم الجسم هنا اهو. يبقى اللي طلعت دي الصورة. طيب خواصها ايه يا ولاد؟ حقيقية، مقلوبة، مساوية للجسم. يبقى هقول له حقيقية، مقلوبة، مساوية للجسم. السؤال اللي جنبه بيقول لك يمثل الشكل إحدى خطوات الظواهر الحيوية. 1. ما اسم هذه الظاهرة؟ ظاهرة العبور. يبقى دي ظاهرة
العبور. رقم 2 بيقول لك ما النتائج المترتبة على عدم حدوث هذه الظاهرة؟ إيه اللي يحصل لو الظاهرة دي ما حصلتش؟ الظاهرة دي لما بتحصل بتؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية لأفراد النوع الواحد. طب لو ما حصلتش عدم حدوثها هيؤدي إلى إيه؟ هقول له عدم تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد. يبقى عدم تنوع الصفات الوراثية لأفراد النوع الواحد. آخر سؤال بيقول لك إيه؟ ماذا يحدث عند وضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ؟ خدوا بالكم يا ولاد السؤال دون بيجي كتير قوي في الامتحانات، فركزوا عليه. إيه اللي يحصل لو حطينا فطر الخميرة في محلول سكر دافئ؟ هقول له ينمو فطر الخميرة بالانقسام الميتوزي عن طريق التبرعم مكونا فطر جديد، ويظل هذا الفطر في الخلية حتى يكتمل نموه، ثم ينفصل مكونا فطر جديد أو يظل متصل بها مكونا مستعمرة. اهو يا ولاد اللي عايز إجابة السؤال يكتب له بالطريقة دي. وبكده يا ولاد نبقى خلصنا محافظة الجيزة. يا رب نكون كلنا استفدنا، ويا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وكل الكلام الجميل دون. يلا ربنا يوفقكم حبايبي، سلام عليكم.